يترقب الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم قدوم شهر رمضان المبارك 2025 وسط اهتمام كبير لمعرفة الموعد الرسمي للشهر الكريم، حيث تصدر اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خلال الساعات الماضية. ومن ما تعارف عليه، فمن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان في الجزائر 2025 والدول العربية في اليوم قبل الأخير من شهر شعبان، وبالتحديد في اليوم 29، مما يعني أن بداية الشهر ستكون إما في الأول أو الثاني من مارس 2025. ومن الأعمال المستحبة خلال شهر رمضان كثرة الصلاة وقراءة القرآن وختمه، إضافة إلى الصلاة في المساجد في أوقاتها، وإطعام الفقراء، وإخراج الزكاة للمحتاجين، والتسبيح وذكر الله، صلة الرحم وزيارة الأقارب. ومن المقرر أنه سيتم تحري هلال في مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 هجري، الموافق ل 28 فبراير 2025، لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصوم. وتعقد المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية جلسة رسمية لتحري هلال رمضان، حيث يتولى الرواة المشهورين رصد الهلال باستخدام أحدث المعدات الفلكية، وهو من الإجراء جزء من التقاليد السنوية التي تعتمدها المملكة لتحديد بداية رمضان وعيد الفطر. كما تتفاوت عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية خلال شهر رمضان 2025. مفاتيح لإزالة الكرب والضيق والهم والحزن، تعرف عليها. المفتاح الأول سورة الفاتحة، ففيها سر عجيب وهي الكافية والشافية وهي رقية. المفتاح الثاني قال صلى الله عليه وسلم كلمة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. المفتاح الثالث كثرة الاستغفار، فإن من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. المفتاح الرابع كان النبي إذا ضاقت دنياه يردد: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. المفتاح الخامس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه غم قال: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. المفتاح السادس هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. المفتاح السابع دعاء الكرب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش